يوم آخر في حياة نادر وعائلته يمر منذ أن قدموا إلى تركيا هربا من الأحداث في سوريا، بعد أن كانوا هاجروا إليها إثر دخول القوات الأمريكية إلى العراق قبل سنوات. يقضي نادر وقته في إدارة موقع يهتم بأخبار الشعب العراقي في المهجر وبتسليط الضوء على بعض القضايا التي تهمه. عائلة نادر تمثل عينة من آلاف العراقيين من أتباع الطائفة الكلدانية الذين يعيشون في تركيا. أوضاع هؤلاء بحسب ما يقول نادر ليست سهلة على الإطلاق. العدد العوائل الكلدانية موجودة في تركيا لا يقل على عدد 2000 عائلة، واللي يعيشوا هنا تركيا محطة. كلهم عندهم يعني أقرباء برا بخارج أو بالعراق يبعثوا لهم شي مساعدة يطلعوا، لأنه هنا بتركيا تعرف حسب ما تعرف ظروف لا يسمح لها العمل، ما يقدر يشتغل. في هذه الأحياء في مدينة اسطنبول تعيش عشرات العائلات من كلداني العراق، ينتظر كثير منها موافقات على طلبات لجوء تقدموا بها إلى الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية. بالنسبة لهم هي قضية اختيار بين أمرين أحلاهما مر، إما البقاء هنا دون القدرة على العمل نتيجة للقوانين المعمول بها في تركيا والتي لا تسمح بالعمل للاجئين، أو الهجرة إلى مكان آخر وبدء حياة جديدة قد لا تكون أسهل، وهو ما اختاره معظمهم. هي عدم الوجود المساعدات من أي مؤسسة دولية من أي منظمة هنا بتركيا، وبدنا نشوف العيشة صعبة هنا بتركيا. كل واحد بده يطلع شي بلد يستقر، لأنه يسافر للهجرة وهجرة صعبة هجرة. بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 هاجر كثير من الكلدانيين العراقيين إلى سوريا، ومنها في العامين الأخيرين إلى تركيا. اليوم ينتظر معظم هؤلاء أن يقوم بهجرته الثالثة إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن ظروف حياة أفضل بات إيجادها صعبا هنا. المعتز بالله حسن، الجزيرة، اسطنبول.